هذه مفاهيم الإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم لينشرها بين الناس، لكن على مفهوم الإسلام وعلى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنهم حملوا هذا التوحيد الصحيح، التوحيد النقي، التوحيد الواضح، أن يعبدوا الله وحده، فلا يتجه العبد بعبادته إلا لله، لا يتجه لولي ولا لقبر ولا لرئيس ولا غفير ولا أي أحد من أحد الدنيا، بل لله. صلاة، زكاة، حج، صيام، نسكه، ذبحه، أخذه، عطاؤه، حبه، كرهه، منعه، أخذه، كله لله. أن يخلص الدين لله. ألا لله الدين الخالص. إذا كان البشر لا يقبلون الشريك، فهل يقبل رب العزة الشريك؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لا يقبل الله شريكا له في ملكه ولا في أفعاله ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في عبادته. كفار كانوا يعلمون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله، ولكنهم عبدوا الأصنام. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم لم يعبدوها لذاتها، بل جعلوها واسطة إلى الله. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأن يوحد الرسول باتباعه، فلا يتبع أحدا إلا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله، أي لا متبوع بصدق إلا محمد صلى الله عليه وسلم.